تفتكر الذكاء الاصطناعي ده رفاهية ولا هو فعلا مستقبل العالم كله؟ طيب السؤال الأهم، هل مصر ليها مكان وسط المنافسة الشرسة دي؟ في الفيديو ده هنعمل مقارنة قوية بين مصر ودول الخليج وأمريكا، وهنشوف إحنا فين من سباق الذكاء الاصطناعي، والأهم هنعرف إزاي إحنا كطلبة علوم حاسب نقدر نغير المعادلة ونخلي مصر من الدول اللي بتقود في المجال ده. تعالوا نبص حوالينا، هنلاقي الإمارات كانت أول دولة في العالم تعيين وزير للذكاء الاصطناعي. السعودية شغال على مشروع نيوم، وده عبارة عن مدينة بتشتغل كلها بأنظمة ذكية. أمريكا قائدة الذكاء الاصطناعي من جوجل لأوبن اي آي. كل دولة فيهم حطت استراتيجية واضحة وركزت على ربط الذكاء الاصطناعي بكل قطاع من الطب والزراعة والأمن والتعليم. طيب نرجع لمصر، أيوة إحنا متأخرين بس مش صفر. وزارة الاتصالات المصرية أطلقت استراتيجية للذكاء الاصطناعي وبدأت شراكات مع جامعات عالمية. فتحنا كليات متخصصة زي كليات الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ وجامعات تانية كتير. بس المشكلة لسه مفيش ربط قوي بين الكلام ده وسوق العمل، ولسه الطالب مش حاسس إن تعبه هيقوده لفرصة حقيقية. إزاي الدول دي وصلت؟ الدول دي ما وصلتش بالصدفة، بدأوا من بدري، ضخوا تمويل في البحث والتطوير، خلوا التعليم العملي رقم واحد في الذكاء الاصطناعي ومجالات علوم الحاسب، دعموا الستارت ابس الصغيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وبالفعل احنا نقدر نحقق ده طبعا، بس محتاجين نغير شوية مفاهيم. مصر عندها شباب عبقري، عندنا أكتر من 25 جامعة فيها تخصصات علوم حاسب وذكاء اصطناعي. بس لو عايزين ننافس لازم نشتغل على مناهج حديثة، تدريب عملي فعلي، بيئة تشجيع وابتكار في الذكاء الاصطناعي، وكمان دعم الحكومة في دعم المشاريع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. لو الحكومة اشتغلت على البنية دي والطلاب اشتغلت على نفسها، مصر ممكن تبقى من رواد المجال ده في أفريقيا والشرق الأوسط. طيب انت دورك كطالب، المفروض انت مطلوب منك ايه؟ انت مش طالب وخلاص، انت واحد من الناس اللي هيبنوا ادوات بتساعد في تشخيص الامراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهتشتغل على انظمة ذكية بتستخدم التكنولوجيا دي. كل كود بتكتبه دلوقتي، كل كورس بتدرسه في البرمجة او الذكاء الاصطناعي بيقربك من اللحظة اللي ترفع فيها اسم بلدك وتفيد نفسك واللي حواليك بتعلمك للمجال ده. الذكاء الاصطناعي مش للغرب بس، ومصر مش بعيدة، بس محتاجة مجهود وإصرار. لو كل طالب قرر يتعلم بجد ويفكر بشكل عملي، مفيش حد هيقدر يوقفنا. لو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك في الكلية، واعمل لايك وسبسكرايب علشان نكمل في السلسلة دي ونوصلك بكل جديد في عالم البرمجة والذكاء الاصطناعي.